السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، تحية لكم جميعا بدون استثناء. شكرا لجميع المشتركات والمشتركين في قناة أخوكم دريس أنفو تيفي، واللي باقي ما اشتركش كنتمنى يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم أي جديد. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو هذا غنشوفوا التصريح الأخير ديال وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي، وخصوصا فيما يتعلق بامتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة. هذا الموضوع هذا الذي لم ينتهي، بل أخذ صراع أقوى، وخصوصا بعد التصريح الأخير اللي تكلم فيه السي عبد اللطيف وهبي على أنه اخترق القانون عندما قبل أو سجل بعض الممتحنين يوم قبل الامتحان. هذا اعتراف خطير. كما تكلم أو زلة لسان تكلم على أن كمشة اللي سقطت في الامتحان نوضت لنا ما نعرف شنو. فهاد الصدد تحركات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتوعدات وزير العدل بأنها غتقوم بالتصعيد بعد خرجته الإعلامية، فهددت بأنها ستصل إلى القضاء وأنها لن تتراجع عن مطالبها، وسطرت برنامجا احتجاجيا على مستوى القضاء والترافعي والميداني والحقوقي. هاد التصريحات كما قال أحد الطلبة الراسبين أمين نصر الله أن تصريحات مستفزة غرضها شن حرب نفسية على أبناء الشعب، ونقول له نحن لك بالمرصاد ولأكاذيبك وافتراءاتك. وأكد أن من وصفهم وهبي بالكمشة أي الراسبين الغاضبين هي اللي غادي توريك وجهك في المراية. غنشوفوا في هذا الفيديو هذا تصريح ديال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وكذلك غنشوفوا التصريح ديال أمين نصر الله أحد الطلبة الراسبين في الامتحان. وانتم إخواني أخواتي ما تنساوناش من البصمات ديالكم، التعليق ديالكم والبارطاج. فلنتابع إخواني أخواتي. بالنسبة للقضايا الأخرى، نحن في وزارة العدل تساهلنا كثيرا، وهذا ما أثار شهية البعض. هناك من جاء بالوثائق إلى آخر لحظة، وأنا خرقت القانون إذا صح التعبير حينما قبلت أن يتسجل حتى أولئك الذين جاءوا متأخرين لسبب بسيط، لأن بعض الجامعات تأخرت من تمكين هؤلاء الطلبة بالشواهد، وكنت أعتقد بأنه يجب إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلبة وضد الطرف عن الأجل وعن التاريخ، وسجلناهم في آخر لحظة، أي في اليوم قبل الأخير، ومروا بالامتحان. اطلعت على شكايات هؤلاء الطلبة، قالوا هناك طالبة تملك إجازة الاقتصاد، إجازة امتحان المحاماة. أولا، لا توجد طالبة لها إجازة الاقتصاد. ثانيا، جميع الطلبة صرحوا، المجتازين الامتحان المرشحين صرحوا عبر الكمبيوتر بالشواهد التي يملكونها وبعثوها، وأبلغناهم رسميا أنه لا يدلون بالوثائق الأصلية إلا في لحظة اجتياز امتحان الشفوي للتأكد من جديد الوثائق. لماذا؟ لأنه حينما نصل إلى 85,000 مرشح، كيف سيمكن أن نطلع على هذه الوثائق كلها وهم موجودين في مدن بعيدة؟ فتصوروا معي أن هذه المدن البعيدة يأتون كل الأشخاص إلى الرباط، أي 85,000، كيف ستكون وزارة العدل؟ وكنا قد قدمنا اقتراحا أن نواب الوكيل العام بكل جهة يتوصل بالملف. قمنا بهذه العملية بالنسبة للقضاة، وكان اكتظاظ كبير في المحاكم لتقديم ملفات. عفينا الطلبة وقلنا لهم فقط بواسطة الكمبيوتر يبعثون الوثائق، وحينما سينجحون في الشفوي سنتأكد من وثائقهم قبل أن يجروا الشفوي، وإذا لم تكن هناك وثيقة إذا كان نجح في الكتاب يكون قد سقط في الشفوي. فقالوا إن هناك ابنة نقيب اجتازت الامتحان بالاقتصاد. لنفترض جدلا، وكيف ستدخل إلى المحاماة والنقابات ووكيل العام يراقب ملفات المرشحين للدخول المحاماة؟ الوكلاء العامين يراقبون حتى إذا كان أبوها نقيب. وتبحثنا وما زلنا نبحث عن هذه السيدة التي اجتازت. معناها خلقت كثير من الأقاويل وكثير من الأشياء للمساس بالامتحانات،
لأن هناك كمشة سقطت في الامتحان المحاماة عليها أن تهين 2000 طالب نجحوا في امتحان المحاماة. يعني إما أن أنجح أنا أو أفسد على الجميع فرحتي. وطلعت على الشكايات التي توصلت بها في وزارة العدل، كلها مكتوبة بالشكل التالي: حيث لاحظنا وجود خلل في امتحان، حيث تسرب الامتحان، لست أدري هل بعد أن ندخل إلى قاعة الامتحانات ونقفل الأبواب ونمنع الدخول وبعد نصف ساعة أحد الطلبة يمكن سرب التليفون لأن منعنا عليهم التليفون وصورها وبعثها، هل هذا تسريب؟ كل مقفل، لا يمكن أن يدخل شخص آخر إلى قاعة الامتحان. بس أدري أين هذا التسريب. وقع التسريب، وقعت إخلالات، ثم أن هناك طلبة نجحوا ولم يجتازوا الامتحان، وأن هناك ولا شكاية واحدة تضمنت المعلومات والمعطيات، فقط ادعاءات كذا وأنه لم يتم اجتياز الامتحان ونجحوا ولا أنه كذا. في المجال وقولوا للطلبة التي كتبوا هذه الشكايات، لذلك يمكن أن هذا السبب فشلوا، أننا حينما نكتب شكاية جنائية يجب أن نحدد الوقائع بالتدقيق والمعطيات والأشخاص والمعلومات. لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بالادعاءات بالمزاعيم، لا يمكن. الوكيل العام يفتح الشكايات ويفتح الأبحاث بناء على المعطيات، إذا كانت بدون قيد مسموها، وإن اجتازت الامتحان، وكيف اجتازت الامتحان، وإذا كان هناك طلبة لم يجتازوا نجحوا مسموهم وما هي أرقامهم، وإذا كان هناك تسريب من سرب وأي ساعة سرب، هل قبل الامتحان، ولا شكاية واحدة تنص على هذه المعلومات، فيها مزاعم وادعاءات. هناك حلين هذه الشكايات: إما أن أقوم بشكاية مضادة بالقذف والوشاية الكاذبة والمساس بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة، أم أنني أسكت عن الموضوع. هذا الشباب يبدو أننا تساهلنا، ولكن في الحقيقة الأمر رغم أنهم أخطأوا، هذا أبناءنا، وحينما يخطئوا ربما الزمن سيعلمهم. حتى أولئك الفتيات أو الذكور الذين يتقن الزعيق ولا يتقن الحقيقة سأتحملها، لأنني أب، ولأنني لا أريد أن أزج بهؤلاء الأطفال في المحاكم. ثانيا، ما نشرته الصحافة عن البرلمان غير صحيح. تقدم فرق البرلمان باستدعائي للاستماع إليه فيما يخص مجلس المحاماة، وأنا الذي طلبت من السيد الرئيس أن يكون الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وسأحضره وسأعطي المعطيات. وعندي اجتماع في 11:30 مع السادة البرلمانيين، سأعطيهم كل المعطيات، لأن لا يمكن أن أقول كل المعطيات في جلسة عامة، لأنه فيها أسماء الناس واحتراما لحياتهم الخاصة. وأنا ذاك سنضع بين أيديهم حتى طريقة التصحيح وشكل أوراق التصحيح إلى غير ذلك. اليوم خرج علينا السيد وزير العدل بتصريحاته المستفزة التي يشن من خلالها حربا نفسية لأبناء الشعب، وأنا نقول له: نحن لك بالمرصاد، نحن لك بالمرصاد لأكاذيبك، يعني الافتراء. أقسم بالله العلي العظيم أو هبيل تفكينا معك، أقسم بالله حتى ولو كان فيها الموت، لأن شخصيا أنا كأمين نصر الله أبرئ ذمتي، مستعد أن أموت وأن لا أنهزم في هذه المعركة. هذه الكمشة هي اللي غادي توقفك عند الحد ديالك السي وهبي. هذه الكمشة اللي حكرتيها هي اللي غادي توريك وجهك في المراية إن شاء الله.